بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هنبدأ حلقة جديدة، والحلقة دي هتبقى مختلفة شوية، أو يمكن فيها تنوع شوية. إن احنا في بعض أسئلة كان بيسألوها مولانا الشيخ واحنا قاعدين في الدرس كده، لأن كان مولانا زي ما اتفقنا إن هو ما كانش بيجي يدي درس على طول، لا هو كان بيستنى لما حد يسأل وهو يجاوب. فكان في بعض ساعات كده أسئلة بيسألوها له وهو يكون متنرفز شوية، أو يعني زي ما تقول أسئلة بتبقى بسيطة شوية، وهو بيبقى يعني لو تسمع صوته هتلاقي نفسك يعني هو كان دايما حتى بيضحك، يحب الضحك جدا، وقال لنا احنا مطلوب مننا ان احنا نضحك. يعني هو نفسه مطلوب منه ان هو يضحك، لأنه لو كشر الناس فعلا لما بيكشر كانت الناس بتبقى متضايقة مخضوضة كده. واحد بيسأله بيقوله لو واحد بيخاف يدي الطريقة لشخص طلبها منه، وقال له انا مش هقدر اديك الطريقة، لكن تعالى معايا الحضرة او الدرس او حاجة والشيخ المنطقة يديك فمولانا الشيخ زعل، قال له لا، ده ما ينفع. ليه؟ لان الطريقة موطن التوبة. يعني واحد جاي يقول لك اديني الطريقة دلوقتي، اوعى تقول له خليك بكرة او خليك كمان ساعة او خليك مش عارف لما نتقابل المرة الجاية. فالشيخ بيقول لا، ده ما ينفعش، لان ده موطن توبة. لكن واحد جاي يتوب تكون انت بكده اخرت عنه التوبة ساعة او نص ساعة. شوف يعني حتى نص ساعة. لا، وهو عاوز يتوب انت قلت له اصطبر، غلط. بعدين تعطيه، وبعدين تديله الطريقة، وبعدين تديه الاساس والفواتح والمراقبة. يعني تقرا معاه الفاتحة وتديله الاساس والفواتح والمراقبة. مولانا الشيخ محمد طبعا قال ممكن بتديله في الأول 50 آية الكرسي، وبعد كده بتديله الأوراد، والباقي تعلمه له شوية شوية. يعني إذا دي نمرة واحد. أنت ممكن تدي واحد 50 آية الكرسي صبح وعصر، وبعدين تبتدي تمشي معاه واحدة واحدة، تديله الأساس والفواتح والمراقبة. ودي اللي احنا قلنا عليها الأوراد الضرورية، اللي القديم والجديد واللي نص ونص، واللي تعبان واللي بيقرا واللي ما بيقراش لابد يقراهم، والا يعتبر نفسه ان هو كده بيقطع نفسه من المشايخ. الاساس الفواتح المراقبه، اساس الصبح والعصر، فواتح الصبح والعصر، المراقبه بين المغرب والعشاء او في اي وقت. ده مهم جدا. قال والباقي تعلمه له شويه شويه. زي مثلا واحد ما بيعرف يقرا، تقول له امشي يتعلم القرايه، مش معقول. لا، تقول له تعالى اعطيك الطريقه، تديله الطريقه، وبعد ما تديله الطريقه تديله الحاجات اللي انت تقدر تحفظها له. يعني المرشدين عارفين ان مثلا، او الناس اللي بيدوا طريقه بيبقوا عارفين. وبعدين اي واحد مننا من اولاد الطريقه، الشيخ قال الاذن مسموح لاي واحد في الطريقه البرهانيه يدي الطريقه لاي واحد. ان شاء الله يكون انا واخد الطريقه النهارده، ادي الطريقه النهارده لمراتي، لاختي، لاخويا، لحد قابلني قال لي ايه السبحه اللي في ايدك دي؟ انا اقول له والله دي طريقه تصوفيه بتتكلم عن الذكر والاستغفار والصلاه على النبي. طب ازاي؟ طب اقرا الاساس اهو كذا، او اقرا ايه كرسي 50 او حاجه زي كده. في واحد بيقول له لو واحد اعطى ناس كتيره الطريقه، وبعدين اعطاهم الاوراد الضروريه وعلمهم مكان الدرس ومكان الحضره وبتاع، وبعدين مثلا ممكن الناس دي كترت، بقت مثلا اكتر من 10 اكتر من كده، هيكون في ذلك ذنب؟ يعني لو احنا الواحد كتر معاه الناس مثلا او كده، وبيعلم واحد واثنين وثلاثة وعشرة، قالوا لا، ما فيش حاجة ما دام علمته الاوراد الاساسية. شفت بقى الاوراد الاساسية، وعرفته محل الحضرة والدرس، يبقى الباقي عليه هو. الباقي على المريد نفسه، ان هو بقى يتابع، يروح الحضرة ويروح الدرس يفهم، ويبقى انت خلصت ذمتك. الشيخ بيقول له كده، ويبقى انت خلصت ذمتك. واحد تاني بيقول له بالنسبة لإعطاء الطريقة كيفيتها، طب ندي الطريقة ازاي؟ شوف الشيخ بقى بيقول لك ممكن بطريقة تغميض العين. الشيخ بيقول ممكن بطريقة تغميض العين، وقولك وهو يقول الاسم الله. يعني بتقول له غمض عينك وقول الله،
وانت تقرأ له فواتح الآل السلسلة الصغيرة واستأذنهم باطنيا. وفي حالة السرعة يعني مثلا انت هيقعد مثلا قاعد معاك في الجامع او قاعد معاك في الدار او قاعد معاك في الحضرة، بعد ما خلص الحضرة هتديله الطريقة يبقى يغمض عينيه وهو يقول اسم الله وانت تقرأ فواتح الآل السلسلة الصغيرة وتستأذنهم باطنيا ان هو ياخد الطريق. وبعدين بيقولوا في حالة سريعة، يعني مثلا واقف مع واحد في الأتوبيس أو في مترو أو في الشارع، أو يعني كان طالع من صلاة العشاء وقابلته، أو في أي حاجة قال في حالة السرعة وعايز يمشي على طول، يمس يقول لك اديني الطريقة دي عبارة عن إيه وبتاع، مش قلت له كذا كذا، قال لك والله جميل، طب ما تديني سبحة، طب خد سبحة، أو عايز كان عندك سبحة اقرا عليها، طب عايز أخش معاك الطريقة دي. قال في حالة السرعة تشيل معاه فتحة، يعني تقرا له الفتحة، تقرا فتحة للشيخ وتستأذن منه باطنيا برضو بسرعة. يبقى انت بتقرا الفاتحه 3 و7، او مع الراجل تقول له نقرا الفاتحه ان انت تبقى في الطريقه، وتقرا الفاتحه للشيخ 3 و7 1 و3 اي رقم، وتبقى انت استأذنت الشيخ كده ان هو ياخد الطريقه. يقولوا هل الذكر الاسم الله بالقصر او بالمد؟ يعني الناس تقول الله ولا يقولوا الله الله الله؟ سيبه يقول لا، لما تقول الله بالمد تبقى زودت الف، لكن الصح الله الاصل الاسم اله. الشيخ بيوضح لك الموضوع، بيقول لك اصل الاسم ايه؟ اله. عشان يجمع الطبائع الاربعه بقى بقت الله، يبقى اللام الاولانيه مضغومه والتانية عليها شده وفتحه الشيخ اللي بيقول، والهاء عليها سكون بالضمه، عليها سكون، قال لك الهاء عليها سكون يعني الله تقف عليها سكون. قال لك بالضمه ما يصح، يعني تقول الله ما يصحش، بالكسره الله ما يصحش. يبقى انت الذكر بتاعك لما تقول في المرحله الثالثه ما تقولش الله الله ولا الله الله، لا، الله 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 زي اللي بتطلع في الحضره كده. هقول تاني الحته دي عشان يمكن دي ممكن تكون ايه مهمه شويه. الاصل الاسم اله، عشان يجمع الطبائع الاربعه بقت الله. اللام الاولى مضغومه والثانيه عليها شده وفتح والهاء عليها سكون. قال بالضمه ما صح، يعني نقول الله في الذكر ما ينفعش، قال بالكسره ما يصح. ماشي. واحد بيقول له هل مجرد ان الواحد يدي الواحد الفتحه يبقى خد الطريقه، يبقى كده هداه؟ قال له ايوه، يعني شوف مجرد ان انت تدي واحد طريقه وتقرا معاه الفاتحه يبقى كده اهتدى الولد ده؟ قال لك قال له الشيخ بيقول له ايوه. وهم عارفين طبعا، يعني لان اساسا الشيخ بيقول لك اللي بيدخل الطريقه احنا بنشحته شويه محبه، محبه لاهل البيت ومحبه للتصوف، هو بقى بينميهم. ما هي اهم الاوراد؟ الشيخ واحد بيساله بيقول له ايه اهم حاجه في الاوراد؟ قال له اللي مربوط عليه الطريقه الاساس والفواتح والمراقبه. شوف قالها كم مره؟ قالها مرات كتير جدا. بيقول له ايه هي اهم الاوراد؟ قال اللي مربوط عليه الطريقه. يعني ايه المربوط عليه الطريقه؟ يعني القاعده العامه اللي في الطريق، الاساس والفواتح والمراقبه لابد. اما الاحزاب والاوراد اختياريه، عشان ربما واحد ما يقرا اما السيفي اما السيفي والصمديه فهي الاوراد الكماليه ما بيعمله كل الناس، يعني الحزب السيفي والصمديه دي اوراد كماليه، والاحزاب اوراد اختياريه. لكن اللي هو العمده، الصول العمده اللي مربوط عليه الطريقه الاساس والفواتح والمراقبه. اساس وفواتح، خلي بالك في ناس كتير قوي بتعمل اساس والفواتح وحته المراقبه دي ما بيعملوهاش، يبقى كده برضو خلي بالك هو قال هم الثلاثه دول اللي مربوط عليه الطريقه. يعني لازم تسال بقى ايه شيخك إيه مراقبه يعني ايه، وتبتدي ان انت تعمل. المراقبه دي عباره عن فواتح وبتقعد مغمض العين ومسترخي، وبتقدر ان انت تقول تذكر بالاسم اللي انت فيه شغال فيه فتره نص ساعه ربع ساعه ساعه حسب قوتك، وبعد تفتح عينك عادي. هي دي المراقبه. بيقولوا ما هي الأوقات المقررة لكل مرحلة؟ وفي ناس بيقروا الأساس والأحزاب ولا يتقدمون لهذا؟
مش عارف السؤال كده. بقول دول ما اخدوش اوراد السير، لازم الواحد يعمل استغفار زمن. يعني بيتكلم على مرحلة يعني بيقول الواحد لابد ان هو يعمل الاول الاستغفار زمن بعد حوالي 15 يوم. يعني شوف هو حتى والسؤال بيسأله بيقول له يعني كل مرحلة تاخد قد ايه؟ قال يعني الاستغفار ياخد بتاع 15 يوم هو 70,000. بعد كده استمر في لا اله الا الله بالتلقين المظبوط شهرين، زي ما هو مرة احنا حتى عملنا حلقة على لا اله الا الله وسمعناكم صوت الشيخ محمد عثمان وهو بيقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. قال تشدد الا قال دي ممكن شهرين 3 على حسب حالة المريد. اذا كان انسان مستقيم كويس يستمر شهرين. اما اذا كان من اهل الموبقات يعني تعبان بقى وراه مشاكل وبتاع يستمر كتير 3 اشهر 5 اشهر 7 اشهر. بعد كده يلقنوه الاسم المفرد. شوف كلمة يلقنوه الاسم المفرد، يعني في ناس يقول لك ايه اديله المرحلة الثالثة. لا، يلقنه يعني ينطق قدامه الاسم جنب ودنه كده، يقول له الله 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 الله. شوف ده اسمه تلقين، بيلقنه وبعدين يسمعها منه ويقولها له تاني ويسمعها منه. واذا كان مثلا بيتابعه بموبايل او بتليفون او بكده يسمعها منه برضه تاني ويقول له تاني لحد ما هو ينطقها صح ويتابعه فيها. ده اسمه، شوف حتى الشيخ بيقول يعني هو ضابط كلامه قوي. وبعد كده يلقنوه الاسم المفرد كاتب كده بالتلقين المظبوط. دي اوراد السير. شوف يعني مأكد على التلقين المظبوط عشان الناس ما تقراش غلط. خلي بالك اللي بيقرا غلط بيجيب بقى نتائج عكسيه، ما تجيبش نتائج قدام. لكن عامة اكتر الناس بتلقن صح، يعني اكتر الناس بتلقن صح، واكترهم من كتر حضور الحضرة بينطقوها صح جدا. بيقول كيف نقرأ لتنشيط الناس في الأوراد. يعني وعندك مريد أو 2 أو 3 عايزين ما تيجي تكلمه تقول له عملت الأوراد دي، يقول لك والله أنا مشغول شوية وبتاع والدنيا شغلاني وانت عارف ظروف الدنيا والغلا ومش عارف حاجات كده. لكن هو بيبقى بيتفرج على التلفزيون بيضيع وقته في حاجات كتير، بيتفرج على ماتشات بتاع ماشي بيتفرج وكل حاجة، بس ادي فرصة للأوراد تقرا. طب قال له واحد بقى بيسأله احنا عايزين ننشط المريد ده، ننشطه وخليه دايما يفتكر السبحة ودايما يفتكر الأوراد. خلي بالك شوف هي الهدف ايه، الذكر والصلاة على النبي. قال تنشط المريد بالحزب الكبير. يبقى انت لو انت بترشد واحد لازم عايز تنشطه وتقرا له حزب كبير. وطبعا حزب كبير عارفين احنا المراتب بتاعت الحزب الكبير 7 21 41 70 كده. فطبعا انت لو مشيت على 7 كل يوم للمريد ده بنية التنشيط في الأوراد يبقى كده كلام جميل، هتلاقي نتيجة كويسة جدا وفعلا هيتنشط في الأوراد. وبعدين واحد تاني بيسأله، وعملية التنشيط دي خلي بالك كويسة جدا. يعني انت ما تقف جنب يعني مريد عندك يشتغل في أوراد تبص تلاقيه يشتغل فعلا وتنشط وبقى يحضر الحضرة ويجي معك حضرة سيدنا الحسين وهكذا. واحد بيقول له هل القراءة جهرا للأوراد ولا الترتيل لها لزوم؟ مولانا الشيخ قال الواحد بيرفع صوته إذا زاد الوسوسة والترتيل أهم. شفت بقى، خد بالك من الحتة دي. لا قالوا الترتيل أهم لأن ربنا قال في القرآن ورتل القرآن ترتيلا سورة المزمل. والترتيل هو إظهار مخارج الحروف. كل الناس طبعا يمكن كتير مش عارف يعني إيه ترتيل. الترتيل هو إظهار مخارج الحروف حتى ولو قلت كمية الأوراد، حتى لو قلت كمية الأوراد. يعني ما ينفعش ان انا وانا بقرا الحزب الكبير اضغم الكلام او اقول نص الحرف او نص الكلمة عشان بقول بسرعة عشان اقرا 7 او 21
او ما اقول بسرعة او ما اطير الحروف الاخيرة او الحروف اللي موجودة في الكلمة. ده خطر رهيب جدا، خطر جامد قوي قوي. ودي بنشوف بعض ساعات ناس بتبقى واقفة بتقرا، مثلا سيدنا الحسين بيقرا فاتح بيقرا بسرعة 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 بسرعة. السرعة دي ما تنفعش خالص. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا. وقال هنا الشيخ بيقول الترتيل هو إظهار مخارج الحروف حتى لو قلت أو كمية الأوراد. يعني حتى لو أنت هتقرا بدل ما 21 هتقرا 7، شكرا، اقراهم 7 بس اقراهم بترتيل. أي الترتيل يعني مش تقعد تجود، لا، ده الترتيل معناه ان اخرج مخارج الحروف صح. الف لام ميم نووا فلووا عما نووا ثم لووا عما نووا كده. مثلا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وهكذا. يبقى انت مخارج الحروف تبقى واضحة، يبقى ده الترتيل. فلذلك الشيخ بيقول الواحد، طيب انت المفروض ان انت بتقرا بترتيل مخارج الحروف صح وواضحه، بس صوتك ما حدش يسمعه اللي جنبك. يعني مش معقول واقف في الاتوبيس وتبقى، او واقف في المترو واللي جنبك سامعك بتقول الحزب الكبير، ما ينفعش. ثانيا ده بيشوشر على القلب اساسا. لكن انت المفروض اورادك تقراها بصوت انت بس اللي تسمعه او يكاد يكون مش مسموع، لكن لازم تحرك فيه لسانك. اوعى تقرا بعينيك، تمسك الكتاب وتقرا بعينيك، برضو ده خطر شديد جدا. فقال له هنا الواحد امتى يرفع صوته؟ انا قاعد في البيت وكل ما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، اللهم اني اسالك بالعرش والكرسي والنور، ابص الاقي وسوسه تيجي في ودني، ده الموضوع الفلاني، ده الموضوع العلاني. اي وسوسه شيطانيه تيجي، ممكن تكون وسوسه حتى خارجه عن الدين خالص، دي تعتبر وسوسه، لان الوسواس الخناس الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس. الواحد بيرفع الصوت، الشيخ قال بقى الواحد بيرفع صوته اذا زادت الوسوسه. يعني اذا انا وانا بقرا الحزب الصغير او بقرا اي ورد او بقرا الاساس بقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بصوت واطي على قدي. لكن لو في وسوسه بقى عماله تزيد اقوم انا اعلي صوت شويه اقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. عارف لو عليت صوتك قيمه يعني 10 تسبيحات كده اقوم تلاقي الوسوسه دي راحت على طول. وده حصل مع سيدنا عمر، حصل مع سيدنا عثمان، لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ان سيدنا عمر بيعلي صوته في القرآن وسيدنا عثمان بيوطي صوته في القرآن، وجاب لي اتنين وسأله، وسيدنا قال لي سيدنا عمر بتعلي صوتك ايه؟ قال له لا اطرد ايه؟ الشيطان. فالوسوسه امتى نعلي صوتنا؟ احنا بنقرا اوراد ومش بنعليها على طول، ده يعني كميه بسيطه وقت بسيط. قال اذا زادت الوسوسه عند المريد يعلي صوته، لكن الترتيل هو اهم حاجه الترتيل. قال طب الترتيل ده ازاي؟ قال الترتيل هو إظهار مخارج الحروف. دي نقط مهمة جدا جدا. خلاص، يقول هل أي واحد لو وجد أوراد لأي طريقة هل يمكنه أن يقرأها بدون إذن الشيخ؟ الحتة دي مهمة جدا. انت واخد الأساس والفواتح والأوراد المربوطة والمراقبة، واخد الحزب السيفي، واخد مش عارف صمدية، واخد الاسم وكده، لكن وقع في ايدك كتاب بتاع اي طريقة تانية في اوراد برضو حزب معرفش ايه وحزب ايه، احزاب مظبوطة بتاعت الشيخ بتاعهم، هل ينفع تقراها؟ قال له لا، انت في طريقة مثلا البرهانية تقرا اوراد الطريقة البرهانية وتنك على اوراد الطريقة البرهانية لحد ما تموت وانت على اوراد الطريقة، ما تقعدش تقرا من هنا شوية وهنا وشوية وهنا شوية. ما ينفعش واحد يكون في مدرسة مثلا في مدرسة في اعدادي وبعدين ينط يروح على ابتدائي وبعدين ثانوي وبعدين ينط مش عارف فين، ومدرسة ليلي ومدرسة منزلي ويقعد يدرس هنا ويدرس هنا. ما ينفعش، خلص حاجة وبعدين تخش في حاجة تانية. لكن هنا الشيخ قال انت في طريقتك مش هتخلص انك انت شغال مستمر. وان قال الاوراد دي اي اوراد طريقة مستمد من الحضرة النبوية والحضرة الالهية، وهي وجبة كاملة. شوف الشيخ بيقول لك ايه؟ وجبة كاملة. يعني ما ينفعش انت تقرا مع الاوراد البرهانية اوراد تاني، لان دي وجبة على بعضها. اذا قرأت بدون اذن ورد واحد من جملة هذه الاوراد
قال يجن، يعني الواحد يتجنن. والراجل اللي هو بيعلمه الأوراد لازم يكون واعي للحكاية دي. ليه؟ لأنه عملوا له توكيل إن هو يدي أوراد للناس، يبقى لازم يخلي باله إن المريد اللي عنده يقرأ أوراد طريقة بس. لأن برضو واحد بيقرأ أوراد الرفاعية، سيبه يقرأ أوراد الرفاعية، ما تدلوش أنت أوراد بتاعت حد تاني. واحد بيقرأ أوراد أحمدية، اتفضل اقرأ أوراد الأحمدية. واحد برهاني يقرأ أوراد البرهانية بتاع سيدي إبراهيم، وهكذا. بيقول بواحد تاني بيقول له ما هي أسباب لخبطة المريد؟ يعني المريد بيلخبط ليه؟ يعني كتير من المريدين بيلخبطوا ليه؟ البعض المريدين، مش كتير يعني بعض. القراءة الأوراد بسرعة تخرجهم من صحة الألفاظ وحسن الترتيل. أن يقرأ المريد أوراد أخرى زيادة على أوراده التي أعطاها له شيخه، مثل سورة ياسين. يقولون من جمع قلبه وقلب الليل مع قلب القرآن مستجاب له. يعني خد بالك ان في ناس بتقعد تقرا سورة ياسين او سورة الواقعة او كده. هل اللي بيعلمك الاوراد اداك الحاجات دي؟ لو اداها لك اقرا، ما اداهالكش ما تقراهاش. مالكش دعوة، اقرا اورادك انت بس اللي هو مديها لك وامشي عليها، لان هو عارف يديك مرحلة 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 تمشي عليها. قال لان غير كده بيلخبط. والشيخ قال حتى لفظ جديد اهو، قال بيتجنن، وده غلط. وإلى نلتقي في حلقة قادمة. يمكن نكمل في الموضوع ده شوية، عشان دي كلام، ده هو كلامه هو يعني من قصصه برضه. وإلى نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. أحمد، الفاتحة يبقى خد الطريقة، يبقى كده هداه. قال له أيوة. يعني شوف، مجرد إن أنت تدي واحد طريقة وتقرأ مع الفاتحة، يبقى كده اهتدى الولد ده. قال لك قال له الشيخ بيقول له أيوة. وهم عارفين طبعا، يعني لأن أساسا الشيخ بيقول لك اللي بيدخل الطريقة احنا بنشحته شوية محبة، محبة لأهل البيت ومحبة للتصوف، هو بقى بينميهم. ما هي أهم الأوراد؟ واحد بيسأله بيقول له إيه أهم حاجة في الأوراد؟ قال له اللي مربوط عليه الطريقة الأساس والفواتح والمراقبة. شوف قالها كم مرة؟ قالها مرات كتير جدا. بيقول له إيه هي أهم الأوراد؟ قال اللي مربوط عليه الطريقة. يعني إيه المربوط عليه الطريقة؟ يعني القاعدة العامة اللي في الطريقة، الأساس والفواتح والمراقبة لابد. أما الأحزاب والأوراد اختيارية، عشان ربما واحد ما يقرأ إما السيفي أما السيفي والصمدية فهي الأوراد الكمالية، ما بيعمله كل الناس. يعني الحزب السيفي والصمدية دي أوراد كمالية، والأحزاب أوراد اختيارية. لكن اللي هو العمدة، الصول العمدة اللي مربوط عليه الطريقة الأساس والفواتح والمراقبة. أساس وفواتح. خلي بالك في ناس كتير بتعمل أساس والفواتح، وحتة المراقبة دي ما بيعملوهاش، يبقى كده برضو خلي بالك. هو قال هم الثلاثة دول اللي مربوط عليه الطريقة. يعني لازم تسأل بقى ايه شيخك إيه مراقبة يعني ايه، وتبتدي ان انت تعمل. المراقبة دي عبارة عن فواتح، وبتقعد مغمض العين ومسترخي، وبتقدر ان انت تقول تذكر بالاسم اللي انت فيه شغال فيه فترة، نص ساعة، ربع ساعة، ساعة،
حسب قوتك، وبعد كده تفتح عينك عادي. هي دي المراقبة. بيقولوا ما هي الأوقات المقررة لكل مرحلة، وفي ناس بيقروا الأساس والأحزاب ولا يتقدمون لهذا. مش عارف السؤال كده. بقول دول ما أخدوش أوراد السير، لازم الواحد يعمل استغفار زمن. يعني بيتكلم على مرحلة يعني بيقول الواحد لابد ان هو يعمل الاول الاستغفار زمن بعد حوالي 15 يوم. يعني شوف واحد ده والسؤال بيسأله بيقول له يعني كل مرحلة تاخد قد ايه؟ قال يعني الاستغفار ياخد بتاع 15 يوم هو 70,000. بعد كده يستمر في لا اله الا الله بالتلقين المظبوط شهرين، زي ما هو مرة احنا حتى عملنا حلقة على لا اله الا الله وسمعناكم صوت الشيخ محمد عثمان وهو بيقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. قال تشدد الا قال دي ممكن شهرين 3 على حسب حالة المريد. اذا كان انسان مستقيم كويس يستمر شهرين. اما اذا كان من اهل الموبقات يعني تعبان بقى وراه مشاكل وبتاع يستمر كتير 3 اشهر 5 اشهر 7 اشهر. بعد كده يلقنوه الاسم المفرد. شوف كلمة يلقنوه الاسم المفرد، يعني في ناس يقول لك ايه اديله المرحلة الثالثة. لا، يلقنه يعني ينطق قدامه الاسم جنب ودنه كده، يقول له الله 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 الله. شوف ده اسمه تلقين، بيلقنه وبعدين يسمعها منه ويقولها له تاني ويسمعها منه. واذا كان مثلا بيتابعه بموبايل او بتليفون او بكده يسمعها منه برضه تاني ويقول له تاني لحد ما هو ينطقها صح ويتابعوا في طريقة. وبعدين اعطاهم الاغراض الضرورية وعلمهم مكان الدرس ومكان الحضرة وبتاع. وبعدين مثلا ممكن الناس دي كترت بقت مثلا اكتر من 10 اكتر من كده، هيكون في ذلك ذنب؟ يعني لو احنا الواحد كتر معاه الناس مثلا او كده وبيعلم 1 و2 و3 و10، قالوا لا ما فيش حاجة ما دام علمته الاوراد الاساسية. شفت بقى الاوراد الاساسية وعرفته محل الحضرة والدرس، يبقى الباقي عليه هو. الباقي على المريد نفسه ان هو بقى يتابع، يروح الحضرة ويروح الدرس يفهم، ويبقى انت خلصت ذمتك. الشيخ بيقول له كده، ويبقى انت خلصت ذمتك. واحد تاني بيقول له بالنسبة لإعطاء الطريقة كيفيتها، طب ندي الطريقة ازاي؟ شوف الشيخ بقى بيقول لك ممكن بطريقة تغميض العين. الشيخ بيقول ممكن بطريقة تغميض العين وقولك وهو يقول الاسم الله. يعني بتقول له غمض عينك وقول الله، وانت تقرأ له فواتح الآل السلسلة الصغيرة واستأذنهم باطنيا. وفي حالة السرعة يعني مثلا انت هيقعد مثلا قاعد معاك في الجامع او قاعد معاك في الدار او قاعد معاك في الحضرة، بعد ما خلص الحضرة هتديله الطريقة يبقى يغمض عينيه وهو يقول الاسم الله، وانت تقرا فواتح لآل السلسلة الصغيرة وتستأذنهم باطنيا ان هو ياخد الطريقة. وبعدين بيقولوا في حالة سريعة، يعني مثلا واقف مع واحد في الاتوبيس او في مترو او في الشارع، او يعني كان طالع من صلاة العشاء وقابلته، او في اي حاجه في حاله السرعه وعايز يمشي على طول، يمس يقول لك اديني الطريقه دي عباره عن ايه وبتاع. قلت له كذا كذا، قال لك لا والله جميل، طب ما تديني سبحه، طب خد سبحه، او عايز كان عندك سبحه اقرا عليها، طب عايز اخش معاك الطريقه دي. قال في حاله السرعه تشيل معاه فتحه، يعني تقرا له الفتحه، تقرا فتحه للشيخ وتستأذن منه باطنيا برضه بسرعه. يبقى انت بتقرا الفتحه 3 و7، او مع الراجل تقول له نقرا الفتحه ان انت تبقى في الطريقه، وتقرا الفتحه للشيخ 3 و7 1 و3 اي رقم، وتبقى انت استأذنت الشيخ كده ان هو ياخد الطريقة. يقولوا هل الذكر الاسم الله بالقصر او بالمد؟ يعني الناس تقول الله ولا يقولوا الله الله الله؟ سيبوا يقول لا، لما تقول الله بالمد تبقى زودت الف، لكن الصح الله الاصل الاسم اله. الشيخ بيوضح لك الموضوع، بيقول لك اصل الاسم ايه؟ اله، عشان يجمع الطبائع الاربعة بقى بقت الله. يبقى اللام الاولانية مضغومة والتانية عليها شدة وفتحة الشيخ اللي بيقول، والهاء عليها سكون
بالضمة عليها سكون. قال لك الهاء عليها سكون، يعني الله تقف عليها سكون. قال لك بالضمة ما يصح، يعني تقول الله ما يصحش، بالكسرة الله ما يصحش. يبقى انت الذكر بتاعك لما تقول في المرحلة الثالثة ما تقولش الله الله ولا الله الله، لا، الله الله الله، زي اللي بالطرف الحضرة كده. هقول تاني الحتة دي عشان يمكن دي ممكن تكون ايه مهمة شوية. الأصل الاسم إله، عشان يجمع الطبائع الأربعة بقت الله. اللام الأولى مضغومة، والتانية عليها شدة وفتح، والهاء عليها سكون. قال بالضمة ما صح، يعني نقول الله في الذكر ما ينفعش. قال بالكسرة ما يصح. ماشي. واحد بيقول له هل مجرد ان الواحد يدي الواحد حروف صح، ألف لام ميم نوو فلو عمان نوو ثم لو عمان نوو كده، مثل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وهكذا. يبقى انت مخارج الحروف تبقى واضحة، يبقى ده الترتيل. فلذلك الشيخ بيقول الواحد، طيب انت المفروض ان انت بتقرا بترتيل مخارج الحروف صح وواضحة، بس صوتك ما حدش يسمعه اللي جنبك. يعني مش معقول واقف في الاتوبيس تبقى او واقف في المترو واللي جنبك سامعك بتقول الحزب الكبير، ما ينفعش. ثانيا ده بيشوشر على القلب اساسا. لكن انت المفروض اورادك تقراها بصوت انت بس اللي تسمعه، او يكاد يكون مش مسموع، لكن لازم تحرك فيه لسانك. اوعى تقرا بعينيك، تمسك الكتاب وتقرا بعينيك، برضو ده خطر شديد جدا. فقال له هنا الواحد امتى يرفع صوته؟ انا قاعد في البيت وكل ما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، اللهم اني اسالك بالعرش والكرسي والنور، ابص الاقي وسوسه تيجي في ودني، ده الموضوع الفلاني، ده الموضوع العلاني، اي وسوسه شيطانيه تيجي. ممكن تكون وسوسه حتى خارجه عن الدين خالص، دي تعتبر وسوسه، لان الوسواس الخناس الذي يوسوس فين؟ في صدور الناس. الواحد بيرفع الصوت، الشيخ قال بقى الواحد بيرفع صوته اذا زادت الوسوسه. يعني اذا انا وانا بقرا الحزب الصغير او بقرا اي ورد او بقرا الاساس بقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بصوت واطي على قدي. لكن لو في وسوسه بقى عماله تزيد اقوم انا اعلي صوت شويه، اقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. عارف لو عليت صوتك قيمه يعني 10 تسبيحات كده اقوم تلاقي الوسوسه دي راحت على طول. وده حصل مع سيدنا عمر، حصل مع سيدنا عثمان، لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ان سيدنا عمر يعلي صوته في القران وسيدنا عثمان بيوطي صوته في القران، وجاب لي اتنين وسالوه، وسيدنا قال لي سيدنا عمر بتعلي صوتك ايه؟ قال له لا اطرد ايه؟ الشيطان. فالوسوسه امتى نعلي صوتنا؟ احنا بنقرا اوراد ومش بنعليها على طول، ده يعني كميه بسيطه وقت بسيط. قال اذا زادت الوسوسه عند المريد يعلي صوته، لكن الترتيل هو اهم حاجه الترتيل. قال طب الترتيل ده ازاي؟ قال الترتيل هو اظهار مخارج الحروف. دي نقط مهمه جدا جدا. خلاص. يقول هل اي واحد لو وجد اوراد لاي طريقه هل يمكنه ان يقرأها بدون اذن الشيخ؟ الحتة دي مهمة جدا. انت واخد الاساس والفواتح والاوراد المربوطة والمراقبة، واخد الحزب السيفي، واخد مش عارف صمدية، واخد الاسم وكده، لكن وقع في ايدك كتاب بتاع اي طريقة تانية في اوراد برضو حزب معرفش ايه وحزب ايه، احزاب مظبوطة بتاعت الشيخ بتاعهم، هل ينفع تقراها؟ قالوا لا، انت في طريقة مثلا البرهانية تقرا اوراد الطريقه البرهانيه وتنك على اوراد الطريقه البرهانيه لحد ما تموت وانت على اوراد الطريقه، ما تقعدش تقرا من هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه. ما ينفعش واحد يكون في مدرسه مثلا في مدرسه في اعدادي وبعدين ينط يروح على ابتدائي وبعدين ثانوي وبعدين ينط مش عارف فين، ومدرسه ليلي ومدرسه منزلي ويقعد يدرس هنا ويدرس هنا. ما ينفعش، خلص حاجه وبعدين تخش في حاجه تانية. لكن هنا الشيخ قال انت في طريقتك مش هتخلص انك انت شغال مستمر. وان قال الاوراد دي اي اوراد طريقه مستمر، ده اسمه. نشوف حتى الشيخ بيقول يعني هو ضابط كلامه قوي،
وبعد كده يلقنوه الاسم المفرد وكاتب كده بالتلقين المظبوط. دي أوراد السير. شوف يعني مأكد على التلقين المظبوط عشان الناس ما تقراش غلط. خلي بالك اللي بيقرا غلط بيجيب بقى نتائج عكسية، ما تجيبش نتائج قدام. لكن عامة أكتر الناس بتلقن صح، يعني أكتر الناس بتلقن صح، وأكترهم من كتر حضور الحضرة بينطقوها صح جدا. بيقول كيف نقرأ لتنشيط الناس في الأوراد، يعني وعندك مريد أو اتنين أو تلاتة عايزين ما تيجي تكلمه تقول له عملت الأوراد دي، يقول لك والله أنا مشغول شوية وبتاع والدنيا شغلاني وانت عارف ظروف الدنيا والغلا ومش عارف حاجات كده. لكن هو بيبقى بيتفرج على التلفزيون، بيضيع وقته في حاجات كتير، بيتفرج على ماتشات بتاع مش عارف. ماشي بيتفرج وكل حاجة، بس ادي فرصة للأوراد تقرا. طب قال له واحد بقى بيسأله احنا عايزين ننشط المريد ده، ننشطه وخليه دايما يفتكر السبحة ودايما يفتكر الأوراد. خلي بالك شوف هي الهدف ايه، الذكر والصلاة على النبي. قال تنشط المريد بالحزب الكبير. يبقى انت لو انت بترشد واحد لازم عايز تنشطه وتقرا له حزب كبير. وطبعا حزب كبير عارفين احنا المراتب بتاعت الحزب الكبير 7 21 41 70 كده. فطبعا انت لو مشيت على 7 كل يوم للمريد ده بنية التنشيط في الأوراد يبقى كده كلام جميل، هتلاقي نتيجة كويسة جدا وفعلا هيتنشط في الأوراد. وبعدين واحد تاني بيسأله، وعملية التنشيط دي خلي بالك كويسة جدا، يعني انت ما تقف جنب يعني مريد عندك يشتغل في أوراد تبص تلاقيه يشتغل فعلا وتنشط وبقى يحضر الحضرة ويجي معك حضرة سيدنا الحسين وهكذا. واحد بيقول له هل القراءة جهرا للأوراد ولا الترتيل لها لزوم؟ مولانا الشيخ قال الواحد بيرفع صوته إذا زاد الوسوسة والترتيل أهم. شفت بقى، خد بالك من الحتة دي. لا قالوا الترتيل أهم لأن ربنا قال في القرآن ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل. والترتيل هو إظهار مخارج الحروف. كل الناس طبعا يمكن كتير مش عارف يعني إيه ترتيل. الترتيل هو إظهار مخارج الحروف حتى ولو قلت كمية الأوراد، حتى لو قلت كمية الأوراد. يعني ما ينفعش إن أنا وأنا بقرأ الحزب الكبير أضغم الكلام أو أقول نص الحرف أو نص الكلمة عشان بقول بسرعة عشان أقرأ 7 أو 21، أو ما أقول بسرعة أو ما أطير الحروف الأخيرة أو الحروف اللي موجودة في الكلمة. ده خطر رهيب جدا، خطر جامد قوي قوي. ودي بنشوف بعض ساعات ناس بتبقى واقفه بتقرا مثلا سيدنا الحسين بيقرا فاتح بيقرا بسرعه بسرعه بسرعه. السرعه دي ما تنفعش خالص. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا. وقال هنا الشيخ بيقول الترتيل هو إظهار مخارج الحروف حتى لو قلت أو كمية الأوراد. يعني حتى لو أنت هتقرا بدل ما 21 هتقرا 7 شكرا، اقراهم 7 بس اقراهم بترتيل. أي الترتيل يعني مش تقعد تجود، لا، ده الترتيل معناه ان اخرج مخارج الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هنبدأ حلقة جديدة، والحلقة دي هتبقى مختلفة شوية او يمكن فيها تنوع شوية. ان احنا في بعض اسئلة كان بيسألوها مولانا الشيخ واحنا قاعدين في الدرس كده، لان كان مولانا زي ما اتفقنا ان هو ما كانش بيجي يدي درس على طول، لا هو كان بيستنى لما حد يسأل وهو يجاوب. فكان في بعض ساعات كده اسئله بيسالوها له وهو يكون متنرفز شويه او يعني زي ما تقول اسئله بتبقى بسيطه شويه، وهو يعني لو تسمع صوته هتلاقي نفسك يعني هو كان دايما حتى بيضحك، يحب الضحك جدا. وقال لنا احنا مطلوب مننا ان احنا نضحك، يعني هو نفسه مطلوب منه ان هو يضحك، لانه لو كشر الناس فعلا لما بيكشر كانت الناس بتبقى متضايقه مخضوضه كده. واحد بيسأله بيقوله لو الواحد بيخاف يدي الطريقة لشخص طلبها منه
وقال له وقال له انا مش هقدر اديك الطريقه، لكن تعالى معايا الحضره او الدرس او حاجه والشيخ المنطقه يديك فمولانا الشيخ زعل، قال له لا، ده ما ينفع. ليه؟ لان الطريقه موطن التوبه. يعني واحد جاي يقول لك اديني الطريقه دلوقتي، اوعى تقول له خليك بكره او خليك كمان ساعه او خليك مش عارف لما نتقابل المره الجايه. فالشيخ بيقول لا، ده ما ينفعش لان ده موطن توبه. لكن واحد جاي يتوب تكون انت بكده اخرت عنه التوبه ساعه او نص ساعه. شوف يعني حتى نص ساعه. قال لا، وهو عاوز يتوب انت قلت له اصطبر، غلط. بعدين تعطيه، وبعدين تديله الطريقة، وبعدين تديه الأساس والفواتح والمراقبة. يعني تقرا معاه الفاتحة وتديله الأساس والفواتح والمراقبة. مولانا الشيخ محمد طبعا قال ممكن بتديله في الأول 50 آية الكرسي، وبعد كده بتديله الأوراد، والباقي تعلمه له شوية شوية. يعني إذا دي نمرة واحد. انت ممكن تدي واحد 50 آية الكرسي صبح وعصر، وبعدين تبتدي تمشي معاه واحدة واحدة، تديله الأساس والفواتح والمراقبة. ودي اللي احنا قلنا عليها الأوراد الضرورية، اللي القديم والجديد واللي نص ونص واللي تعبان واللي بيقرأ واللي ما بيقراش لابد يقراهم، وإلا يعتبر نفسه ان هو كده بيقطع نفسه من المشايخ. الأساس، الفواتح، المراقبة. أساس الصبح والعصر، فواتح الصبح والعصر، المراقبة بين المغرب والعشاء أو في أي وقت. ده مهم جدا. قال والباقي تعلمه له شوية شوية. زي مثلا واحد ما بيعرف يقرأ، تقول له امشي يتعلم القراية؟ مش معقول. لا، تقول له تعالى اعطيك الطريقة، تديله الطريقة، وبعد ما تديله الطريقة تديله الحاجات اللي انت تقدر تحفظها له. يعني المرشدين عارفين ان مثلا، او الناس اللي بيدوا طريقة بيبقوا عارفين. وبعدين اي واحد مننا من اولاد الطريقة، الشيخ قال الاذن مسموح لاي واحد في الطريقة البرهانية يدي الطريقة لأي واحد. إن شاء الله يكون أنا واخد الطريقة النهاردة، أدي الطريقة النهاردة لمراتي، لأختي، لأخويا. لحد قابلني قال لي إيه السبحة اللي في إيدك دي؟ أنا أقوم أقول له والله دي طريقة تصوفية بتتكلم عن الذكر والاستغفار والصلاة على النبي. طب إزاي؟ طب اقرا الأساس أهو كذا، أو اقرا آية الكرسي 50 أو حاجة زي كده. في واحد بيقول له لو واحد أعطى ناس كتيرة